السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم ملك ماينكرافت في مقطع جديد. وهذا المقطع ما راح يكون زي باقي المقاطع، لانه راح نتكلم عن شيء مميز. لانه في ماينكرافت ما في غير بوسين اثنين، وهم الويذر بوس والاندر دراجون. والواردن يعني مو بوس، وما تيجون تفرقعوا على راسي في التعليقات، لانه اللي يجي يقول لي انه بوس صراحة افرقع له وجهه. على اي حال، عشان كذا حنتكلم عن البوسات، لاني جبت لكم افضل 5 مودات يضيف اقوى 5 بوسات لماينكرافت الجوال، واللي راح ترفع الفايت لأعلى مستوياته. عشان كذا قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتكملوا المقطع للنهاية. وقبل ما نبدأ حاب بس أقول لكم أني في فترة الدراسة ما راح أقدر أنشر، يعني بسبب بعض المشاكل. وكمان حبيت أذكركم أني فتحت سيرفر في الديسكورد، راح أحط الرابط في الوصف أتوقع. وبلا ما أطول عليكم، يلا نبدأ في استعراض البوسات. يلا أنتم جاهزين؟ يلا، أقوى 5 بوسات في ماينكرافت الجوال. وعشان المود الأول فعيب نحكي عن المودات البوسات بدون ما نحكي عن هذا المود، وهو مود مينيتوت أو مينيتوت، مهم ذيك الكلمة موبس، أو مود الوحوش المتحولة، اللي يضيف لكم تقريبا زعماء لكل وحوش في اللعبة. يمكن تقولوا لي المود قديم ومدري ايش، بس اجاه كمان تحديث أسطوري ضاف عدة وحوش جديدة وحسن على الأشكال القديمة. وضاف بعض الأسلحة والابيليتي الخاصة بالوحوش، وذي الوحوش أو الزعماء طبعا ترسبين في السيرفايفل، راح تقابلها وراح تفرقع وجهك، فأتحداك تعيش 100 يوم في هذا العالم وتقتل جميع الزعماء. والحين خلونا نتكلم عن بعض الابيليتي اللي يتمتعون بها هذول الزعماء، زي زعيم الاندرمان اللي عنده قوة الاندر سول هند، والكريبر عنده قوة الانفجار حقه، وزعيم الزومبي اللي ما يموت، وكثير كثير غيرهم. وبلا ما اطول عليكم، يلا بينا على المود اللي بعده. وعشان المود الثاني، فاذا مليتوا من بوسات ماينكرافت العادية، فهذا المود راح يضيف لكم بوس اوبريون، وهو بوس فضائي جاي عشان يغزو كوكب الارض. ما يخدعك شكله الانيميشن حقه، فهو مرة اسطوري ومتعوب عليه. فزي ما تشوفون اول ما يرسبن في العالم يصير شكله كذا، وتيجي هذه الموسيقى. وعنده عدة هجومات فيه يستعملها ضدك، زي الضرب العادي، ودي الضربة اللي تصنج لما تكون قريب منه، وحتى انه يقفز عليك من مسافة مرة بعيدة. وكمان فيه يرمي عليك قنابل من ظهره، ويستعمل ذي المهارة اللي تسحبك عنده عشان يدعسك، وعشان كذا مواجهته راح تكون مرة صعبة. وكمان لما يتدمج لحد معين يقدر يستعمل هذه المخالب عشان يقاتل بيها، واللي كمان دمجها مرة عالي. خلينا نختبره مع الواردن، زي ما تشوفون فرقع وجهه، ولما يموت يسوي هذا الانيميشن الاسطوري. وعلى اي حال، هذا كان البوس الثاني، ويلا بينا على البوس اللي بعده. والحين مع البوس الثالث. هذا البوس مرة مميز، فهو مرة قوي، ويرسبن في ستراكشر خاص به في النذر، وهو عبارة عن قلعة. وحتى أحمد باشا بحد ذاته اعترف بقوته. يا جماعة هالبوس هذا طاقته مستحيلة، أحس اللي يتغلب عليه بطل ليفل ماكس، بوس ناري وقدراته جبارة، ما تلاحظ إلا الاهتزاز المستمر للشاشة. وهو إيغنس. هذا البوس الناري مرة قوي، هو مصنوع من النار زي ما تشوفون، ويقدر يهزم أي خصم بسيفه الملتهب. وعنده عدة هجومات قوية فيه يستعملها على اللاعب، وضرباته مرة دقيقة وما تغلط. هذا المود مخصص لإصدار قديم شوي، عشان كذا بعض الهجومات حقه معطوبة، زي مثلا هذا الهجوم حق كرة النار، بس لما تروح على ذاك الإصدار راح يشتغل عادي. وهذا الشيء ما راح يفسد متعة المود، لأنه شيء بسيط، يعني أشياء بسيطة اللي ما تشتغل. وإذا ما كنتم تعرفونه،
فهو يقدر ينتقل لما يتدمج لحد معين لمستوى ثاني، وهو يصير لونه فيه أزرق. ولما يوصل لذي المرحلة حتصير عنده كمان عدة هجومات ثانية يقدر يستعملها ضدك، عشان كذا جي. ولما يموت فراح يطيح لك أورات فيك تصنع بها أدوات وأسلحة. بل هو الجملة لو لمسني فيه لكنت اندعست دعس الكلاب. وهذا هو شكل الدروع زي ما تشوفون. والسيف يعني عنده ability أو مهارة، بس كمان معطوبة للأسف، كان بدي أشوفها يعني. وزي ما تشوفون الشكل مرة فخم وأسطوري. بلا ما أطول عليكم ويلا بينا على البوس اللي بعده. لحظة والله لا أشوف كم دمج السيف. أعوذ بالله. والحين مع البوس الرابع. مع أنه هذا المود يضيف أكثر من بوس، بس ما عجبني إلا واحد راح نتكلم عنه بعدين، وهو أساس المود واللي تكلمنا عنه من قبل. يعني زي ما تشوفون عشان تجيب هذه الوحوش لازم تصنع البيضة حقها في السيرفايفل بهذه الطريقة. ولما تصنعها بهذا DNA اللي تصنعه بهذه الطريقة. وكمان يعطيك هذا الكتاب عشان تشوف قدرات البوسات وأشكالهم. اولا اسطورة راح نشوفه بعدين. ودول البوسات الثانية في الفانتوم والكونغولم، بس الفانتوم مرة اسطوري يعني. هو الوردنزيلا مرة اساطير. هذا اول واحد. الكونغولم لما ترسبينه تسوي له كذا بالردستون عشان يتفعل كذا. وهذه هي الهجومات حقه. هذا الهجوم حق الزلزال، وهذا الهجوم حق لما ينط. حط له فأر التجارب المفضل حقنا وهو الواردن. الله أكبر، شوفون قاعد يلعب به. هيلثه ما ناقص ولا نقطة. دعس علم عليه. على أي حال يلا نشوف الثانيين. وهذا الثاني ما عجبني كمان الصراحة. ما عنده أي هجوم، كذا يضرب بس. وكمان قتل واردن بسهولة. والانيميشن حق الموت مرة اسطوري حق الوحوش. هذا الانيميشن الموت حق هذا الوحش. والحين يلا نشوف الفانتوم الاسطوري. ذا كمان مو متأكد من اسمه، بس مرة رهيب. ولسه ما قلنا بسم الله. الرجال حرق الدنيا حرقه. حط له الواردن. واردن فينه؟ للأسف ما في الواردن يعني يلمسه. تم الحرق. زي ما تشوفون شكله مرة جميل وأسطوري، وهو خاصة وهو يضوي في الليل. والحين مع الأسطورة حق المود، بس الأساطير اللي يعرفونه أو يتذكرونه من مقاطع السابقة، وهو الواردنزيلا. زي ما تشوفون إجاته تحديثات خلته أقوى. عدة هجومات جديدة، وتم تحسين الشكل حقه خلاه يضوي عدة أجزاء من جسمه في الليل. الهجومات حقه الضرب الزائر هذا اللي فيه يقتل اللاعب بعيد بالمناسبة. والحين وللي وصل هذه النقطة فأحب أقول لك أنك مرة أسطورة وتحب المودات، وعشانك راح أسوي هذا الفايت. الواردنزيلا ضد الكونغولم. والحين بلا ما أطول عليكم يلا نبدأ. زي ما شفتون هذا المود يصلح في الفايتات الأسطورية. بالمناسبة أتوقع أني راح أصير أسوي هيك فيديوهات حق فايت
لقناة الجيمنج لاني جهزت حلبة وكل شيء. اذا كان بدكم اسوي هذه الشغلات اكتبوا لي في التعليقات. والحين يلا بينا على البوس الاخير. والحين مع المود الخامس والاخير، واللي ما يضيف بوس واحد او 2 او 3، بل يتيح لك فرصة قتال عدة انواع من البوسات بمستويات مختلفة من القوة وعدة هجومات اسطورية، والانيميشن مرة متعوب عليه. وعشان احمسكم اكثر، وهذا المود من متجر ماينكرافت، يعني مود مدفوع، عشان كذا فهو مرة اسطوري، وهو مود بوس اكسبرسيون. وطبعا انا جربته وهزمت كل البوسات. اكثر بوس عجبني هو التنين، وذا البوس الالي، الانيميشن حقه مرة اسطوري، وعشان كذا حطيت صورته في صورة المقطع. الحين هذا كان كل شيء مقطعنا اليوم. فاذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، والمقطع الجاي ان شاء الله راح يكون مقطع افضل 7 مودات بمناسبة 4000 مشترك. والحين لازم اذكركم اني فتحت سيرفر ديسكورد، وراح احط الرابط في الوصف. وهذا كان كل شيء، ومع السلامة.